السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعمل مع بعض إن شاء الله النهاردة فول المدمس، فول العربيات الزبدة الكهرمان اللي بشكله بيفتح النفس. معايا كيلو من الفول غسلاه ونقعاه، قعد حوالي 5 ساعات منقوع. يعني قمت صلاة الفجر كده ورحت نقعاه ورحت مولعة عليه الصبح الساعة 11 كده أو الساعة 12. بعد ما غسلته حلو وشلت كل حاجة تلفة فيه، نقعاه في مية عادية خالص، مش سخنة ولا حاجة، وغليت مية عليه عشان يستوي بسرعة، عشان يغلي بسرعة على البوتاجاز، بس من غير أي إضافات ومن غير أي حاجة خالص. دي الفولة البلدي بتاعتنا. الفولة بدأت تدخل في السوا اهيت، بقول لكم هي بقى بس المية بدأت تنقص على نار شمعة بعد ما يغلي، وتشيلي الرغاوي اللي فوق ديت، الغازات دي تشيليها وعلى نار شمعة. بعد كده المية اللي تحطيها تكون مية بتغلي، مية سخنة، وتروح حطها عليه. الفول بقول لكم ان هو دخل في السوا اهوت. فانا بعمل خلطة بقى، ما بحطش فيه اي اضافات، انا بحط الاضافة بعدين. دي معلقة صغيرة، معلقة الشاي، حطيت بيها معلقتين من معجون الطماطم المركز، هي مش صلصة، هي طماطم مركزة أنا كنت عاملاها. ونزلت عليها كمان بمعلقتين أو تبع الكمية بتاعتك. ده مش نشا ولا دقيق، ده رز مطحون. انت ممكن تحطي شوية رز في الأول خالص زي بتاع العربيات اللي في الفول بالظبط، اللي بتتباع في الشوارع. أنا بفضل إن أنا أطحنها، عشان أنا بحطها عشان إيه؟ عشان تلف الفول، ما تخلوش صايص معايا. والطماطم بتبقى يعني لو انت عايزه تعززي اللون بتاعها، وعلى طرف معلقه يا كركم يا الزعفران، انا بفضله ده بودره الزعفران. ومن غير ده كله الفول زبده لوحده، بس انا اتعودت ان انا اعمل التركيه دي. وهنحطها على الفول وهنديله تقليبتين ونسيبه كمان ايه، يكمل بقيه السوا على النار، يا دوبك حوالي ربع ساعه، 20 دقيقه، وتروحي طافيه عليه على بال الميه دي بس ما تلف مع الفول. ولو انت مش عايزه تعملي كده، حطي شويه رز بس في الاول، لا عدس ولا فول مدشوش. احنا عايزينها حاجه اقتصاديه وحاجه زي الفل وجميل وجميله، وطعمها زبده، والله والله العظيم طعمها جميل جدا ما شاء الله. وعمرك ما الا انت جبتيه من بره مش هتجيبي حلو كده. شايفين؟ عايزه تديله ضربه بالهاند بلندر او كده عشان تنعميه براحتك، او ساعه الاكل براحتك خالص. شايفين الفول الزبده الجميل القمر؟ عملت كميه اكياس حلوه. شايفين الكيس؟ بسم الله ما شاء الله. انا هروح اجيب الكيس ده من بره بالشيء الفلاني، انا عملته في البيت وعارفه نظافته زي الفل. وعملت طبق فول كمان كده. المغرب قرب جدا، وكان احلى طبق فول على الفطار. احنا في ايام مفترجة، والطبق الفول ده بصراحة ربنا احلى حاجة على الفطار. كل سنة وانتم طيبين. اتمنى الفيديو ينال رضاكم، استودعكم رعاية الرحمن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.